مخك هو اكتر عضو استهلاكا للطاقة في جسمك كله. المخ بيستهلك نسبة 20% من الطاقة اللي بينتجها جسمك، عشان كده مخك لوحده هو كفيل يحولك لاكثر شخص انتاجية ونجاح في فئتك او في عمرك، او اكثر شخص تكاسلا في التاريخ، او ممكن يموتك برضو يعني لو انت مش واخد بالك. كل ده مبني على اللي بتغذي بيه مخك، سواء التغذية دي تغذية عضوية او فسيولوجية، او التغذية لا عضوية اللي احنا بنسميها تغذية فكرية. فعشان كده انا جاي لك في الفيديو ده عشان نجاوب على سؤال: انت بتغذي مخك بايه؟ طب مبدئيا خلينا ناخد بس ايه الناحيه الفسيولوجيه كده، ونعرف المخ طبيعيا كده بيتغذى بايه. مخك ببساطه يا معلم بيتغذى على الحاجتين اللي احنا عارفينهم وبيغذوا اي حاجه في الجسم، هما الجلوكوز والاكسجين اللي بيجولوا عن طريق الدم. الدم ده بيوصل للمخ عن طريق شريان اسمه الكاروتايد ارتري. الكاروتايد ارتري اللي بيبقى موجود هنا بالظبط كده، واللي كان ذكر في الايه اللي فيما معناه يعني ان هو نحن اقرب اليك من حبل الوريد، اللي هو ده حبل الوريد اللي هو بيوصل على المخ دايركت على طول. الشريان اللي بيوصل له اخر نبضه، واللي بنعرف من خلاله الشخص ده ميت ولا عايش في الحوادث وكده. المهم الدم بتاعنا الجميل ده لما بيوصل لخلايا المخ بيبدا بقى عمليه التغذيه بتاعه المخ بيتغذى عن طريق الجلوكوز اللي بيحوله الى ATP بعد ما يحرقه بالاكسجين. ATP دي هي الجنيه المصري، تمام، العمله بتاعه الخلايا دي اللي بيتواصلوا بقى مع بعض بالATP، عمله الطاقه اللي موجوده في المخ وفي الجسم. الخلايا بتاخد الجلوكوز يجي معاه اكسجين يحرقه يحوله ATP، طاقه تنتشر ما بين الخلايا، المخ يتغذى ويشبع كده على الاخر. التمثيل الغذائي او التغذيه في الحاله دي بتبقى تغذيه هوائيه، يعني في وجود الاكسجين. النظام الهوائي ده بقى بيطلع لي ATP بمعدل 36 ATP، ده النورمال، ده الطبيعي في حاله وجود الاكسجين. في بقى نوع تاني وهو التمثيل الغذائي اللي هو اللا هوائي، اللي هو في حاله غياب الاكسجين، يعني حرق الجلوكوز والاكسجين مش موجود، ده بيطلع لك يا معلم 2 بس من الATP. شفت الفرق اللي هو من 36 ل 2، يعني فرق كبير جدا. بالتالي اللا هوائي ده مش بيديني طاقه كافيه ان هو يشغل المخ، كمان بيطلع لي ويست برودكتس او فضلات كده يعني اسمها اللاكتيك اسيد. الحاله دي بتحصل ازاي؟ ببساطه جدا زي ما قلنا ان ما يبقاش في اكسجين كفايه واصل للمخ، واللي بنقسمها على جزئين. خلينا نتكلم عن الجزء الاول، وهو ان مفيش دم واصل كفايه للمخ، فبالتالي ما فيهوش اكسجين اللازم لعمليه الحرق دي. الجلوكوز وصل بس الاكسجين مش كافي ان هو يحرقه، تمام. تيجي ان الدم اللي واصل للمخ مش كفايه، يحصل امتى؟ في حاله اولانيه مثلا زي الجلطه، ان انت في جلطه في المخ وقفت لي الدم، مفيش دم خالص بيروح للمخ. رقم 2 اسيروسكلروزس او تصلب الشرايين، هو دي في الشريان يعني، فبالتالي مفيش دم كافي، اللي هو الدم بقى قليل ومش واصل بشكل كافي للمخ. بالتالي هتتحول الخلايا من التمثيل الغذائي اللي هو الهوائي للا هوائي، ان هو بدل ما كان معتمد على الاكسجين في عمليه الحرق هيبقى مش معتمد عليه، وبالتالي بيطلع لي طاقه قليله 2 ATP ولاكتيك اسيد. في اسباب اخرى يا عم الحاج، في اسباب اخرى زي بالمونري امبليزم مثلا، هو جلطه في الشريان الرئوي، فبالتالي الدم المحمل بالاكسجين مش بيروح بشكل كافي، تمام، نفس الفكره برضو. او الانيميا مثلا. ايه اللي هيحصل يعني يا يوسف لما تحول من الهوائي للا هوائي؟ يعني ايه المشكله بقى اللي هتحصل في كده؟ شفنا ان هو طاقه قليله ولاكتيك اسيدز، ده ايه الاضرار بتاعه الموضوع ده؟ ببساطه يا معلم لو الطاقه بتاعه المخ قليله فهو مش هيشتغل بكفاءه، فبالتالي هيحصل لوس اوف الفانكشن بتاعه الجسم كله، بقى القدره على الكلام والتفكير والحركه والاحساس والحاجات دي كلها هتفقد. الرؤيه هتتاثر، والاحساس هيتاثر، والحركه هتتاثر، والكوميونيكيشن التواصل هيتاثر. تاني حاجه ان اللاكتيك اسيد هتبقى عاليه، فبالتالي البي اتش بتاعي هينزل، والبي اتش ده اللي هو بتاع معدل الحموضه، يعني مش لازم نشرحه بشكل كبير دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. البي اتش لما يبقى قليل هيعمل لك حاله اسمها اسيدوزس، هيسبب لك حاجتين اللي هم برين اديما وانكريس في الICB. دول اعرفهم كده على جنب بس مش مهمين يعني، خلينا في الجزء اللي انا هشرحه لك اللي بعده. الضرر الاكبر من اللاكتيك اسيدز دي، الخليه اللي اتصابت او حصل لها فيها المشكله تبدا تطلع لاكتيك اسيدز، فاللاكتيك اسيدز بتخليها تنتشر للخلايا اللي جنبها، حاجه زي حاجه معديه كده، تخليها الخلايا اللي جنبها تتاثر برضو، يحصل فيها انجري، تصاب الخلايا اللي جنبها. تلاقيها ماشيه بقى في الطريق ده كله لحد ما توصل لمصدر الدم اللي جاي، المصدر اللي هو البلاد سبلاي اللي بيغذي بقى المخ، بتوصل له لحد ما اللاكتيك اسيدز دي تدخل للدم، تعمل لي بقى الاسيدوزس اللي انا قلت لك عليها دي. عن نقص التغذيه ده اللي بيحصل نتيجه بقى جلطه او نتيجه ضيق في الشريان ايا كان، تبدا تبان عليك في اعراض اولانيه على طول. اولا بيحصل اضطرابات في الرؤيه، بيحصل اضطرابات في الكلام والقدره على تكوين جمله اصلا، بيحصل اضطرابات في المشي، ان انت بتفقد التوازن بتاعك ومش قادر تتحرك، صداع جامد جدا في الدماغ، تنميل وضعف في الاطراف بتاعه جسمك، وخاصه في النص المعاكس لمكان وجود الجلطه. يعني لو الجلطه دي حصلت واثرت في النص اليمين من الدماغ، هتلاقي النص الشمال من الجسم بيتاثر، لو جت في النص الشمال هتاثر على النص اليمين من جسمك. كل ده نتيجه ان بس انت ما غذيتش دماغك بالدم. طبعا من اشهر الحاجات اللي ممكن تسبب لك الجلطه اللي تحصل في المخ دي تدخين، ضغط الدم مرتفع، الكوليسترول العالي، زياده الوزن، سكر، وامراض كتير جدا. ابوس ايديك ابعد عن الحاجات دي، خاصه التدخين والنظام الغذائي بتاعك اللي هو عالي في السكريات والحاجات دي، عشان ما يجيلكش سكر او يجيلك ضغط او كده. طب خلينا بقى نخش على نقطه مهمه ثانيه، وهي التغذيه اللا عضويه او التغذيه الفكريه. الافكار اللي موجوده في دماغك كفيله ان هي تخليك تبقى مكروه من العالم كله، وتتسبب في موت كتير من الناس، وممكن تخليك تنقذ حياه ناس وملايين كتير بسبب بس فكره واحده بس. مثال بسيط مثلا الفكر الصهيوني او الفكر النازي، احنا عارفين ان الفكرين دول يعني تسببوا في موت ناس كتير جدا. خلينا نقسم الافكار الى افكار جيده وافكار سيئه.
خلينا نركن الافكار الجيده دلوقتي، خلينا مع الافكار السيئه. ازاي الفكره السيئه بتتحول من فكره مرفوضه الى فكره مقبوله ومستصاغه؟ الفكره السيئه بتمر باربع مراحل مهمين جدا. رقم واحد الرفض. خلينا نضرب مثال مع الموضوع عشان تكون فاهم اللي انا بشرحه. مثال مثلا في الفتره الاخيره انتشر الفيديوهات او الكونتنت اللي بيحتوي على شتايم، يعني ان يبقى اللي بيقدم الكونتنت ده واحد بيشتم او قاصد انه يبين الشتيمه، باعتبار يعني ان هو افيه رخيص كده وبيضحك والناس بتضحك على الشتايم وكده، فقشطه تمام يعني. فخلينا نركز مع النوعيه دي من المحتوى. الاول هتبقى انت رافضها جدا جدا جدا، ودي اول خطوه، خطوه الرفض. بعد كده بتبدا فكره القبول، ان انت تبدا تتقبل الموضوع. يعني هو موجود قدامك وبيتكرر قدامك بقى، سواء على التيك توك سواء على اليوتيوب، انت مش بتعمل له لايك، مش بتعمل له سبسكرايب، مش بتعمل له فولو ولا اي حاجه، بس هو موجود بيتعرض قدامك وانت خلاص يعني عادي متقبل الموضوع، مفيش مشكله يعني. بعد كده بتخش على مرحله الاستصاغه، ان انت تستصيغ الموضوع بالنسبه لك. هو مثلا يقابلك فيديو فتقعد تسمعه، تضحك على فيديو، يبدا الموضوع يشد انتباهك واحده واحده، تبدا تبقى مهتم بيه اكتر. بعد كده اخر مرحله وهي مرحله الاستمتاع، نتيجه الفرجه الكتير على المحتوى ده والاقبال عليه بشكل كبير، حتى لو انت مش عامل فولو او عامل سبسكرايب او كده، ان انت تستمتع بيه ويبدا الافكار دي تتكون في دماغك، وتبدا مثلا ما تقعد مع اصحابك تقول لهم شفت الفيديو مش عارف ايه اللي بيقول كذا فده كان بيضحك قوي، وهكذا. واحده في واحده بعد كده ممكن تعمل له فولو وتتابعه وتدعم المحتوى ده عادي جدا، مفيش مشكله. الفكره السيئه واحده واحده اتحولت من فكره مرفوضه لفكره مقبوله ومستصاغه ومستمتع بيها كمان. طب خلينا بقى ناخد الموضوع ده للاكستريم شويه ونقول على حاجه ممكن تلمس بعض الناس ومضره جدا. هحاول اكون منتقي الالفاظ اللي انا بقولها يعني، عشان برضو الحته دي ممكن تكون فول بلس 18 يعني، لو اي حد اقل من 18 سنه ممكن يتجاوز الحته دي، او برضه انا هحاول انتقي الالفاظ بتاعتي. بعض انواع المحتوى اللي بدا يعرض علينا او كده في السوشيال ميديا او غيره، كان في الاول بيبقى مرفوض جدا والناس بتبعد عنه والناس بتعمل له بلوكات والناس ما بتتفرجش عليه وهكذا. من امثلته مثلا انواع الكونتنت اللي بيبقى فيه تعري شويه، من انواع ديت بتبقى موجوده قوي على انستجرام مثلا او على تيك توك في اوله كده، لو انت مش مظبط الالجوريزم بتاع تيك توك، فالموضوع بالاول بالنسبه لك بيبقى مرفوض بشكل كبير. بعد كده من كثره عرض هذا النوع من المحتوى وان الفيديوهات دي بتجو فايرال بشكل كبير والناس بتعمل عليها لايكس بشكل غبي، يعني الحاجات دي بتطلع كده ايه قدامك على طول، تلاقيها تتعرض قدامك كتير، مخك واحده واحده بيبدا يتقبل الفكره، نفس اللي انا قلت لك عليه اللي هي الافكار السيئه، بتبدا تبقى متقبله. هو موجود وكل حاجه، ولكن انا بعيد، انا ما بعملش لايكس، انا ما بشاركش، انا ما بعملش حاجه، ما بعملش فولو ولا اي حاجه، بس هو معروض كده وخلاص. واحده واحده بتبدا تتفرج، تبدا تشوف، والالجوريزمز بتفهم الموضوع ده، ولما تلاقيك بتقف شويه هنا بتبدا ترشحها لك اكتر وتبدا تعرضها لك اكتر، تبدا الفكره بالنسبه لك تتحول من فكره القبول لفكره الاستصاغه، اللي هو خلاص انا عايز اشوف بقى، وفيديو احسن من الفيديو، فيديو اعلى منه في الكواليتي، وواحده احسن من واحده وهكذا يعني. كل الاشكال والانواع بيتعرضوا قدامك. الموضوع بسيط وسهل وببلاش، ده على النت يعني، مش محتاج منك اي تكلفه خالص. بعد كده الكونتنت ده بيبقى هو كونتنت الاستمتاع، خلاص انت تستمتع بحاجه زي دي اللي ممكن يؤدي بيك الافلام السيئه زي ما احنا عارفين. الكونتنت اللي انت بتدخله دماغك، الافكار اللي انت بتدخلها دماغك ممكن تكون في بدايتها افكار مرفوضه سيئه، ومع التكرار زي ما بيقولوا كده ايه، من كتر الزن على الودان، يعني الزن امر من السحر، كتر التكرار والعرض قدامك بتتحول الفكره من مرفوضه لفكره مستمتع بيها. وهي دي المشكله الكبيره. بيخلينا نفرض السؤال الثاني، وهو انت بتغذي عقلك بايه؟ معلش بس مش احنا جبنا على السؤال ده في اول الفيديو، اللي هو احنا بنغذي المخ بايه؟ الدم والجلوكوز والجو ده. ايوه يا صاحبي بس معلش ثانيه واحده، هو في فرق كبير ما بين المخ والعقل. المخ يا صاحبي هو العضو ده، زي ما بنقول كده الهاردوير بتاعك، ده شيء ملموس ونقدر نشوفه ونقدر نعمل عليه فحوصات بالرنين المغناطيسي ونلمسه وهكذا، ده مسؤول عن الحركه والاحساس وتنفيذ الاوامر. عندنا العقل بقى ده حاجه لا وجوديه، حاجه مش موجوده، حاجه معنويه، ده السوفت وير كده زي ما بنقول، اللي مسؤول عن التفكير والاحساس واتخاذ القرارات. فهمت الفرق؟ العقل حاجه معنويه مش موجوده، المخ ده عضو موجود. تمام؟ فهنا معلم بقى بتكمن الفكره، انت غذيت عقلك بالمحتويات اللي تقويه، اللي تخليه اقوى، ده المحتوى العلمي والمحتوى المعرفي اللي انت بتطور فيه نفسك وبتتفهم فيه الدنيا اكتر، اللي هو طبعا محتوى صعب على العقل لانه بيحتاج تفكير وان انت تقعد تناقض نفسك وتطرح اسئله وهكذا، عن المحتوى الترفيهي مثلا اللي انت هتبقى سايب فيه دماغك كده ما تفكرش اصلا، بس قاعد بتستمتع وخلاص، واللي اغلبنا بنروح له. عشان كده المحتوى الترفيهي بيبقى يعني ريتشه اعلى والناس بتسمعه اكتر ومنتشر اكتر وهكذا. المحتوى التعليمي بقى قليل جدا ان هو ينتشر، انه بيخلي الناس تقعد تفكر وبيخلي على المخ يبقى صعب، المخ بيرفضه اصلا، لا لسه اقعد افكر وكده، لا خلينا في محتوى ترفيهي نضحك ونهزر وخلاص. المهم بناء على الكونتنت اللي انت بتدخله، الانبوت اللي انت بتدخله لعقلك، عقلك بيبدا يشتغل. فلو انت سبت عقلك للافكار السيئه اللي هتبقى في بدايتها مرفوضه وهتقعد تقول لا وانا مش همشي وراها ومش هسمع ومش عارف ايه، تحول بعد كده الفكره مستصاغه، فكره انت بتستمتع بيها من غير ما تحس. اما لو انت ركزت على الانبوت اللي انت بتدخله لعقلك، ده تتبع محتويات بتخلي عقلك يفكر ويخلي ان انت تزود وعيك وتزود معرفتك،
ده هينفعك اكتر وهيفضل معاك وهيفضل لازق في اللاوعي عندك. النصيحه اللي انت تقدر تطلع بيها من الفيديو ده: حدد الاكل اللي انت بتغذي بيه دماغك، خلي المحتوى اللي انت بتدخله لعقلك هو محتوى يفيده ويخليه ينمو وينضج واحده واحده. ما تدخلوش حاجات تافهه، حاجات ملهاش لازمه. المحتوى الترفيهي جميل وكل حاجه بنستمتع بيه، بس مش كل حاجه ندخلها لدماغك. بس يا معلم، ده اللي كنت عايز اقوله لك في الفيديو ده. اتمنى انت تكون وصل لك الفكره اللي انا عايز اوصلها، واتمنى انت تكون انبسطت بالفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، فعل جرس المشاركه اللي بنزلها. وبس يا معلم، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.